يهوذا الإسخريوطي. اول ما بنسمع الاسم دوت على طول بيجي في بالنا المشهد بتاع التلميذ اللي سلم وخان يسوع وبعد كده موت نفسه من شدة الندم. لكن انا عايزك ترجع قبل المشهد دوت بكام ساعة لورا، لما كان الرب يسوع بيتعشى مع التلاميذ ويسوع قاعد معاهم على الاكل، قال لهم كده هوت ان في واحد فيكم هيسلمني. فكلهم اتضايقوا جدا وكل واحد فيهم كان بيسأل يسوع انا يا رب اللي هسلمك؟ فالرب يسوع قال اللي هيغمز معايا في الطبق هو اللي هيسلمني. وقال يا ويل للراجل دوت، كان الاحسن ليه ان هو ما يتولدش. فيهوذا باشا راح قايل له هو انا يا رب اللي هسلمك؟ الرب يسوع قال له انت قلت. وطبعا كلنا عارفين باقي القصة اللي حصلت، مش محتاج ان انا اقولها. عايزك تتخيل نفسك مكان يهوذا، والرب يسوع اللي انت شفته بيعمل معجزات كتيرة جدا، شفته بيقيم ناس من الموت، شفته بيشفي امراض غريبة جدا، شفته بيفتح عينين الاعمى، وقال لك انت هتسلمني وانت بكل استخفاف بتقول له انا يا رب اللي هسلمك. يعني وكأنك مش عارف اللي هو يا راجل. بص انا بشوف ان القصة ديت مش غريبة قوي، لان في ناس كتيرة بتعمل نفس اللي عمله يهوذا بالظبط كده. ربنا كل يوم بيبعت لهم تحذير واثنين وثلاثة، مرة يموت حد قريب ليه، مرة يشوف حادثة، مرة يحصل زلزال، والناس ديت ماشية في نفس الطريق اللي هم ماشيين فيه، بل بالعكس ده هم بيدوا لنفسهم حجج تخليهم يأجلوا ان هم يكونوا بيتوبوا، وبيقولوا احنا لسه صغيرين، احنا صحتنا كويسة، بكرة انا هبقى اتوب واعمل. مش شرط تكون كبير في السن او تعبان، دلوقتي انسب فرصة انك انت تكون بتتوب وترجع لربنا. بص انا عايزك تقفل الفيديو ده، بس قبل ما تقفله انا عايزك تروح تقعد في مكان لوحدك وتكلم ربنا وتتوب على كل اللي انت عملته، وتقول له الكلمات ديت من قلبك فعلا لو انت عايز تتوب وتنقذ نفسك من الموت. قول له كده يا رب ارحمني انا الخاطي، يا رب انا عايز اكون ابنك، اقبلني اكون ابنك. قول له انا عايز اعرفك اكتر. لسه قدامنا فرصة دلوقتي ان احنا نكون بنتوب ونرجع لربنا. انا عايزك تعمل لايك للفيديو دوت وتعمل شير، يمكن يكون سبب في ان شخص يكون بيرجع ويتوب لربنا.